يا مساء الفل على كل اللي بيتابعونا. النهارده معانا موضوع حزين شوية. وعايزه اشتغل. عن دينا مراجيح. حد فاكرها؟ حد فاكر دينا مراجيح؟ دينا ماتت حزن على وفاة والدتها. هي شخصية غلبانة، كانت بتتعلق في أي حاجة حلال عشان تصرف على ولادها. معرفش ليه زعلت عليها قوي كده، يمكن عشان حقيقي الأمهات في مجتمعنا مظلومين قوي. حكاية دينا باختصار، هنتكلم عن حكايتها باختصار بعيد عن أي محتوى كانت بتقدمه. إن البنت دي كان أقصى طموحها إنها تأكل عيالها، زي ما كانت دايما بتقول. البنت دي ضحية زيها زي ملايين في نفس وضعها. دول يعني اصلا البنت دي لما جالها دور كومبارس في مسلسل هتعمل مشهد ولا اتنين، طلع نقيب الفنانين وحاربها هو والممثلين اصحاب الفضيله الاطهار الاخيار عشان هي فقيره، والفقير دايما ريحته وحشه. محدش فكر يساعدها. كانت هتعمل ايه زياده عن اللي بيعمله محمد رمضان ولا حمو بيكا ولا غيرهم وغيرهم وغيرهم ولا شاكوش؟ اكيد ما كانتش هتعمل زي سمية الخشاب في حين ميسرة، ولا منى شلبي لما اتمسكت بمخدرات وطلع دعمها، ولا روجينا مراته بتاعت يا روحي اللي صدرت لنا مشاهد خيانة ومخدرات وكلامها كله. مش عارفه اصرف عليك. ايوه كلامها كله انها عايزه تاكل ولادها وما تعملش حاجه حرام. ده في رقبه اي حد كان يقدر يساعدها ويغير حياتها، ورفض. بس ما فيش عدل، كانت عاوزه تاكل عيالها. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك ولايك وكومنت.